اللهم اجعلنا رب مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبدين. اتفضلوا تعيشوا تصلوا. نرنم مع بعض. نرنم مع بعض ترنيمة أحلى حبيب بيعزيني، كلنا عارفينها أكيد. نصلي مع بعض الترنيمة، حافظينها ولا لأ؟ طيب. أحلى حبيب بيعزيني، من طيبة قلبه يسبيني. أحلى حبيب بيعزيني، من طيبة قلبه يسبيني، ويسهل كل الصعاب، وبنور حبه سباني. ويسهل كل الصعاب، وبنور حبه سباني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني. أنقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. أنقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. نساني كل شرور، وقلبي ملا بالنور. نساني كل شرور، وقلبي ملا بالنور. وفتح قدام الباب، وبنور حبه هداني. وفتح قدام الباب، حبه هداني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني. يسوع مش حد تاني، يسوع اللي نجاني. أنقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. أنقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. مش عارف خلصت. خلاني دايما فرحان، واشوف جماله بالإيمان. خلاني دايما فرحان،
واشوف جماله بالإيمان، من حنانه القلب دام، وبنور حبه هداني، من يسوع اللي نجاني، أنقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني، أنقذ نفسي من العذاب، وبنور حبه هداني. خلاص كده نحفظ مع بعض آية. آية النهاردة بتقول إيه؟ آية سهلة خالص. الآية بتاعت النهاردة بتقول إيه؟ يا رب اهديني إلى برك، سهل قدامي طريقك. يا رب اهديني إلى برك، سهل قدامي طريقك. نحفظها تاني مع بعض. نحفظ آية مع بعض تاني. يا رب اهديني إلى برك، سهل قدامي طريقك. احنا قلنا دايما لما نحفظ الآية مش ناخدها محمل حفظ بس، ناخدها محمل الصلاة والتأمل. ناخدها محمل الصلاة والتأمل. يعني ايه يعني ايه الآية دي؟ نصليها مع بعض. كنا بنصلي عايزين نتعلم ان احنا نصلي الآية اللي بنحفظها. بتقول يا رب اهديني إلى برك. بطلب من ربنا، ربنا يهديني لطريقه، سهل قدامي طريقك. مش ربنا بيقول لنا دايما طريق ربنا دايما فيه أشواك وفيه صعوبات ومش سهل. فأنا بطلب النهارده من ربنا وأقول له سهل قدامي طريقك. يا رب طريقك الصعب دوا والتجارب الصعبة احنا عايشينها سهلها قدامي. دي معنى الآية. عشان كده شوفوا الآية مش مغزى للحفظ بس، لكن مغزى للتأمل كمان. لازم نفهم كل حاجة بنقولها. نصليها بقى مع بعض بقلب كده. يا رب اهديني إلى برك، سهل قدامي طريقك. سهل كده قدامي يا رب طريقك الصعب اللي فيه التجارب والأشواك دي، سهلها قدامي، شيلها من قدامي. يا رب اهديني إلى برك، سهل طريقك. في ناس ما قالتش، في ناس ما قالتش يا رب اهديني إلى برك، سهل قدامي طريقك. اللي مش هيقول يدفع جنيه. ماشي؟ اللي مش هيقول يدفع جنيه. شوف بقى علمنا قد ايه النهارده. ماشي؟ يا رب اهديني إلى برك. ايه خلاص كله مش عايز يدفع؟ مش عايز يدفعوا؟ ده جنيه. انا قد الجنيه؟ طيب. طب اللي مش هيقول يدفع 5 جنيه. شوف بقى صوتي يعمل قد ايه بقى. ماشي؟ يا رب اهديني. خلاص نرجع تاني نخليها بجنيه. ماشي؟ اللي مش هيقول يدفع جنيه طالما قلت خلاص. يا رب اهديني إلى برك، سهل قدامي طريقك. احنا قلنا قبل كده حتى اللي مش هيحفظ معانا او الدنيا صعبة معاه في الحفظ، على الأقل يبارك شفتيه بالآيات. الآيات تنفعنا في إيه؟ لما نقع في مشاكل وضيقات نفتكر الآية. لما نقع في مشاكل وضيقات نفتكر الآية. وبعد كده احنا خدنا مع بعض في الاجتماع بنقسم مثلا الشهر ده آيات عن الرجاء، عن الضيق، عن المحبة. ليه؟ لما نقع مثلا في ضيقة نفتكر آيات الضيقة.
نقع في خصام نفتكر ايات المحبه، وهكذا. نصلي بقى الايه اخر مع اخر مره عشان نخش في الفقره اللي بعديها. اخر مره صوت عامل ازاي بقى؟ يا رب اهديني. دي موجوده في مزمور 5:8. مزمور 5:8. اخر مره عشان نخش على الفقره اللي بعديها. يا رب اهديني الى برك، سهل قدامي طريقك. مزمور 5:8. طيب ناخد بقى الفقرة اللي بعديها. احنا خدناه قبل كده، خدناه السبت اللي فات. هو كان المفروض النهارده معانا باسون مينا، كان هيدينا قصة عن قديس كان عيد نياحته الأيام اللي فاتت. قديس اسمه خريستوفوروس، اسمه صعب، خريستوفوروس. هنخليه لكم للمرة الجاية لما يجي باسون مينا يديهولنا. النهارده هنراجع مع بعض اللي خدناه المرة اللي فاتت، وانا فاكر هطبع لكم بيه ورقة اللي هي أقسام الكتاب المقدس. أقسام الكتاب المقدس تظهر دلوقتي على الشاشة مع بعض، نحفظهم مع بعض بحيث لما ناخد الورقة المرة الجاية نكون عارفين تقسيم الكتاب المقدس. لا آخر حاجة تحت ميرنا، مربع رقم 5. مربع رقم 5. مربع رقم 5. اللي بعديها أيوة دي. أخدنا فاكرين الأرقام دي؟ أخدناها مع بعض، فاكرينها؟ فاكرينها ولا لأ؟ ده العهد القديم. الأرقام دي معناها إيه؟ 5:12 5:5:12. دي طريقة سهلة لحفظ أقسام الكتاب المقدس. اللي عايز يقسم الكتاب المقدس بحفظ الأرقام دي، لو حفظنا الأرقام دي هنعرف نقسم الكتاب المقدس صح، هنعرف نقسمه وما يتوهش مننا. 5:12 5:5:12. الخمسة الأولانيين دي أصفار موسى الخمسة، أصفار موسى الخمسة. 12 دي الأصفار التاريخية، الأصفار التاريخية زي يشوع وملوك وصموئيل، الناس دي كلها دي أصفار تاريخية. ليه؟ مكتوب فيها تواريخ كتير جدا، مكتوب فيها أحداث، عشان كده صنفت من ضمن الأصفار التاريخية. الخمسة اللي بعديها أصفار شعرية زي المزامير، أيوب، نشيد الأنشاد. حاجات دي لما نقرأ الكتاب نقرأ فيها نحس اللي هي شبه الشعر، شبه الشعر. عشان كده قسمت لحاجة اسمها أصفار شعرية. دوت 5. أنا مش هتوهكم معايا إيه هم دلوقتي غير لما المرة الجاية أطبع لكم الورقة ونقرأ مع بعض هنعرف إيه هم. اللي بعديها أنبياء كبار، 5 أنبياء كبار زي أشعيا، أرميا، مرس أرميا، فاهمين؟ أشعيا اللي هي الحاجات الكبيرة اسمهم أنبياء كبار. أنبياء كبار مش معناها اللي هم كبار في السن، كبار في إيه؟ في عدد إصحاحات. زي مثلا أشعياء كم إصحاح؟ أكبر إصحاحات موجودة في أشعياء. أيوه صح. أكبر حاجة موجودة في أشعياء وأرميا، عدد إصحاحات كتيرة. عشان كده صنفت حاجة اسمها أنبياء كبار، مش كبار في السن، كبار في إيه؟ عدد إصحاحات. أنبياء صغار، مش بردك أنبياء صغيرين في السن، صغيرين في عدد إصحاحاتهم زي ملاخي ويوئيل ويونان. يعني يونان ده كم إصحاح؟ 4 صح؟ عشان كده الكنيسة صنفتهم تحت أقسام أنبياء صغار. دول 12 نبي، صفانيا وحبقوق، ناس كتير قوي لغاية ملاخي تحت. ما تقلقوش بالتصنيف، هنذبحها لكم المرة الجاية. يبقى نعرف عن ايه أنبياء كبار، مش كبار في السن، كبار في عدد إصحاحاتهم. أنبياء صغيرين عدد إصحاحاتهم إيه؟ صغيرة. فدي اسمها أقسام الكتاب المقدس. لو حفظنا التقسيمة دي هنقدر، لو قسمنا الأصفار دي هنقدر إن احنا نعرف أقسام الكتاب بتاعنا إيه. نحفظ الأرقام دي وإحنا هنفهمهم مع بعض. 5:12 5:5:12. بس طبعا لازم جنبيها نحفظ إيه هم الخمسة
ايه هم ال 12، ايه هم الخمسة اللي بعديهم، وهكذا. يبقى اصفار موسى واحنا مغمضين كام صفر؟ 5. اصفار التاريخية كتيرة صح؟ 12. اصفار الشعرية هم 5. انبياء كبار 5. انبياء الصغيرين عددهم كتير قوي 12. بكده نقدر نقسم العهد القديم. نقول مع بعض الارقام، نحفظ الارقام مع بعض واحنا نقدر نسترجعها يعني في ذهننا. يبقى 5 12 5 5 12. 5 12 5 5 12. سهلة؟ زي رقم التليفون كده. نخش بقى اللي بعديها العهد الجديد. نخش كيف العهد الجديد اللي بعديها. طب قبل ما تطلع الشاشة، عارفين العهد القديم كام؟ أخدناه المرة اللي فاتت. لا مش العدد كله، التقسيمة أخدناه المرة اللي فاتت. هات العهد الجديد يا ميرنا لو سمحت، العهد الجديد اللي بعديها على طول. كام العهد الجديد؟ أرقام. كام إنجيل؟ 4. أعمال 1. وبعد كده كام؟ 14 رسائل بولس. والرسائل الجامعة كام؟ 7. وسفر الرؤيا 1. ما جيتش اللي بعديها، نحفظ لغاية ما تيجي. يبقى كام إنجيل بالنسبة لأرقام العهد الجديد عشان نحفظهم بقى؟ كام إنجيل قلنا؟ 4. أعمال 1. رسائل بولس 14. الرسائل الجامعة 7. وآخر حاجة سفر الرؤيا 1. يبقى أرقامه كام؟ 4 1 7 14 7 1. اهي طلعت على الشاشة. 4 1 14 7 1. الأناجيل 4. أعمال الرسل 1. رسائل بولس الرسول اللي كتبها 14. رسائل الجامعة 7. وسفر الرؤيا 1. يبقى حفظ أرقامهم ازاي دول؟ 4 1 14 7 1. نقولهم تاني يلا. 4 1 7 1. طيب شاطرين. كنا خدنا حاجة تاني؟ هكملنا اللي بعديها. كنا خدنا الأصفار القانونية التانية. احنا قلنا كام صفر؟ 9. آخر حاجة تحت أصفار القانونية التانية كام عددهم؟ 9. دولت مش منضمين بالأرقام اللي احنا خدناهم على فكرة، دولت لوحديهم. وقلنا كمان المرة اللي فاتت ما اسمهاش أصفار قانونية محذوفة. الكلمة دي مش صح، هي مش محذوفة عندنا، مش محذوفة، اسمها أصفار القانونية التانية. يبقى كده من غير الأصفار القانونية التانية يبقى العهد القديم كام صفر؟ 39. العهد الجديد 27. طيب برافو. يبقى العهد القديم كام؟ 39. عهد الجديد 27. أصفار القانونية التانية 9. يبقى كده قدرنا نقسم الكتاب صح على قد ما نقدر يعني. طيب هات كده معلش من آخر حاجة اللي بعديها. الأصفار القانونية التانية اللي عايز يكتبها مكتوبة هي على الشاشة. طبعا في العهد القديم. الحاجات اللي حذفوها البروتستانت زي العهد القديم كلها. هنعلق حاجة مثلا زي ايه؟ تتمة دانيال مثلا. تتمة دانيال ده تكميلي لسفر دانيال وهكذا. عندنا تتمة استير، طوبيا، يهوديت، مكابين أول، مكابين تاني، حكمة سليمان، يشوع من الصراخ، تتمة دانيال، باروخ. ايه الفكرة اللي هم حذفوها؟ وسابونا يشرحها لنا بقى عشان ما اطولش عليكم. السؤال حلو خالص، سؤال حلو خالص. ايه؟ طبعا المرة الجاية هيكون موجودة زي ما وعدتكم بيها. الاسبوع يوم السبت الجاي هتكون معاكم. ماشي؟ زي ورقة الإبتي كده. كم واحد جاب ورقة الإبتي؟ طب نجيبها بقى المرة الجاية عشان نراجع الإبتي. ماشي؟ في سؤال للسابونة. ليه اتحذفت الأصفار القانونية التانية؟
البروتستانت حذفوا بعض الأسفار اللي ما تمشيش مع فكرهم، ما تمشيش مع فكرهم. هم مثلا بعض الأسفار بتكشفهم كويس، يعني في بعضها بيتكلم عن الشفاعة كتير، في بعضها بيتكلم عن أهمية الاعتراف، بعضها بيتكلم عن أهمية عمل ربنا أو العمل الروحي اللي دخل السماء. هم بيقولوا لا، الواحد ممكن يدخل السماء بالإيمان بس. فالأسفار دي كشفت فكرهم، هتعمل إيه؟ يقول لك لا دي مش تبع الأسفار المقدسة، فشالوها لأنها تكشف فكرهم. مثلا تسبحة الثلاث فتية في النار وهم جوه النار لما قعدوا يسبحوا، الكلام اللي قالوه ده موجود في دانيال 3. دانيال 3 الكنيسة خدته وعمل بيه تسبحة الهوس الثالث. الهوس ايه؟ الثالث. فهم ما بيحبوش الحاجات دي فشالوها خالص من الإصحاح الثالث. بالإصحاح الثالث ناقص جزء اللي هو ايه؟ تسبحة الثلاث فتية، وهكذا. فأي حاجة ما كانتش تمشي مع فكرهم يا يحذفوها يا يغيروا الكلمات. يعني مثلا يقول أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيدهنوه بزيت، صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. راحوا شالوا كلمة قصوص وخلاها شيوخ الكنيسة، عشان عندهم الكنيسة اسمها الكنيسة ايه؟ المشيخية، الأخ فلان أو الشيخ فلان. فهم غيروا بعض الكلمات حسب فكرهم. ترجع في النص اليوناني الأصلي تلاقيها قصوص، تلاقيها ايه؟ قصوص، ما تلاقيهاش شيوخ. وبعدين تلاقي في سفر الرؤيا مثلا 24 قسيسا جلوس على كراسيهم، ما قدروش يخلوها شيوخ، ما قدروش ايه؟ كان هيكشفوا زيادة عن اللزوم، فخلوها ايه؟ بعض الكلمات بقت قصوص وبعض الكلمات بقت شيوخ. ده الكتاب بالطبعة البيروتية اللي هي موجودة في ايدينا. طب احنا ليه متمسكين بيها؟ لأنها مكلفة في الطباعة. الكتاب المقدس اللي زي ده الصغير ده يتكلف في الطباعة يعدي 100 جنيه. احنا بنشتريه ب36 جنيه دلوقتي. تكلفته عالية، عشان تعيد طباعته عايز ملايين الملايين. وبالتالي احنا بنعلم شعبنا منه ونصلح لهم الأخطاء اللي نقلوها في الترجمات خطأ. لكن ما هيش خطأ بمعنى ان هي يعني غلط خالص، لا مش غلط، ولكن بعضها خطأ. وبعدين الجزء اللي حذفوه البروتستانت خالص وشالوه من الكتاب فطبعة الكاثوليك موجود، وفي الطبعة الأرثوذكسية عندنا موجود. إذن هو ما اتشالش، هو موجود. طبعة الكاثوليكية الكتاب المقدس كامل بكل الأسفار حتى اللي حذفوها البروتستانت، لأن الكاثوليك بيؤمنوا بنفس الأسفار اللي احنا بنؤمن بيها. احنا بنؤمن بكل الأسفار كاملة، القانونية الأولى والثانية. قانونية معناها أساسية في الكتاب المقدس. فدي مشكلة البروتستانت، اللي ما يعجبهمش كان يعملوا ايه؟ يشيلوه. نكمل بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل دراستنا في سفر المزامير. مزمور 136. مزمور 136 مزمور من مزامير التسبيح، ويبدأ بالحمد أو التسبيح أو الشكر. قلنا حمد أو تسبيح أو شكر، ثلاثة بمعنى واحد. واحد بيسبح ربنا يعني بيشكر ربنا على إحساناته، الحمد أو تسبيح أو الشكر. والكنيسة خدت المزمور ده كامل كده بتسبح بيه في صلاة نص الليل تسبحة، اللي هو بنسميه الهوس الثاني. اسمه ايه؟ يبقى الهوس الثاني هو مزمور 136. وأنهيفول بشويجي خريستوس وأغاسوس بأليلويا جيب فنايش بشايني. احمدوا الرب لأنه صالح وخير، هللويا لأن إلى الأبد رحمته. هذا هو المزمور اللي احنا بنسبحه. فالمزمور النهارده من مزامير التسبيح، وكانوا بيسبحوا بيه في العهد القديم، والكنيسة في العهد الجديد خدت نفس المزمور بتسبحوا ايه؟ في تسبيحة نص الليل، نسميه الهوس الثاني أو التسبيحة الثانية. نقرأ المزمور الأول مع بعض. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأنه صالح إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته.
الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته، الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته، الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته، الصانع أنوار عظيمة لأن إلى الأبد رحمته، الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته، القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. لاحظوا إن ده قرار بقى في المزمور، قرار زي قرار بتاعنا. هنقرا بقى الكلمات وطبعا انتوا عارفين ان لأن إلى الأبد رحمته، الذي ضرب مصر مع أبكارها وأخرج إسرائيل من وسطهم بيد شديدة وذراع ممدودة، الذي شق بحر صوف إلى شق وعبر إسرائيل في وسطه، ودفع فرعون وقواته في بحر صوف، الذي سار بشعبه في البرية، الذي ضرب ملوكا عظماء وقتل ملوكا أعزاء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، وأعطى أرضهم ميراثا لإسرائيل عبده، الذي في مذلتنا ذكرنا ونجانا من أعدائنا، الذي يعطي خبزا لكل بشر، احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته. هذه الأرباع، وفي الآخر نقول كل ربع، لأن كل اللي حصل ده من رحمة مين؟ إلهنا، من رحمة ربنا. المزمور جميل قوي، الكنيسة حبته كتير، بتسبح بيه زي ما قلنا، ويعتبر هو المزمور اللي فات اللي حضروا معانا المرة اللي فاتت. لاحظوا في ذكر موضوع عوج ملك باشان وسيحون ملك الأموريين، ذكرناهم في المزمور اللي فات، واتكلم عن فرعون والضربات هي. فدي كلها من مراحم ربنا على شعبه اللي بيحبه، ربنا عمل كل هذه المراحم. وكلمة لأن إلى الأبد رحمته قيلت، اتكررت في المزمور ده 26 مرة، وقيلت أول مرة عندما نقل تابوت العهد إلى الخيمة اللي مخصصة ليه في أخبار الأيام الأول 16:41. ذكر داود هذه الكلمة في أول مرة لما نقل تابوت العهد ورجعه لخيمة الاجتماع في سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 16 آية 41. ولما بنى الهيكل سليمان الملك هتف جميع الشعب قائلين بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأن إلى الأبد رحمته. الكلام ده مذكور في أخبار الأيام الثاني إصحاح 5 آية 13. يبقى لاحظوا كل حاجة فيها ربنا موجود كانوا يقولوا إيه ده؟ لأن إلى الأبد رحمته. لما دشنوا الهيكل، يوم تدشين الهيكل خر كل الشعب على وجوههم إلى الأرض وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ده أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 آية 3. لما جم الشعب مملكة إسرائيل وانتهت، مملكة يهوذا انتهت وراحوا في السبي، رجعوا تاني وبنوا الهيكل من جديد وسموه هيكل زروبابل. سموه هيكل ايه؟ كان الأول اسمه هيكل سليمان، سموه هيكل زروبابل لأن اللي قام ببناء الهيكل زروبابل لما رجعوا من السبي في أورشليم. فيقول كده في سفر عزرا: غنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح إلى الأبد رحمته على إسرائيل. يبقى عشان ربنا صالح، بعد ما راحوا السبي رجعهم تاني بلادهم وبنوا الهيكل. حاجة جميلة في عزرا 3 آية 11. داود النبي رنم هذه العبارة وقال: احمدوا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، في مزمور 118. مزمور ايه؟ 118 درسناه قبل كده مع بعض. وكرر نفس الآيات ديت الأربعة في مزمور 29، كررها تاني. إذا داود متعود يقول هذه الجملة، حاسس بمراحم ربنا. عشان كده المزمور ده يقول إن هو من تنظيم أو كتابة داود النبي. ليه؟ لأن هو ديت كلمة كان بيحبها قوي داود وهو برنم، حاسس بمراحم ربنا عليه وعلى شعبه، فكان بيحب قوي المزمور ده أو الكلمات دي. نجد إن من بدء الخليقة ربنا إيده ممدودة والقوة الإلهية واضحة، وعشان كده تحسوا إنه ربنا لما خلق الخليقة بالترتيب الجميل ده
خلق اليوم الأول كذا والتاني كذا والتالت كذا. لاحظوا دي مراحم ربنا على الإنسان. وآخر حاجة لما خلق الإنسان سلطه على كل هذا الكون، سلطه بقى هو المتسلط. وكانت الحيوانات المفترسة رحيم، والحق يعني العدل الإلهي. العدل الإلهي تم على الصليب لأن ربنا رحيم. تم في مين؟ في يسوع المسيح المتجسد اللي نائب عن البشرية كلها. يبقى في ملء الزمان أرسل ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. دي من رحمة ربنا. يقول كده بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس إصحاح 3: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ظهر في الجسد ليه؟ عشان يرحمنا. عشان ايه؟ يرحمنا. لأن إلى الأبد رحمة. عشان كده دي الأغنية، دي القرار اللي بنتغنى بيه كل يوم. الإنسان بيحس بمراحم ربنا عليه. عشان كده دايما تقول له يا رب كده لأن إلى الأبد رحمته. أغنية في لساننا، ترنيمة في لساننا. أول آية تقول احمدوا الرب لأنه صالح، احمدوا إله الآلهة، احمدوا رب الأرباب. بصوا خلي بالكم، أول آية بيأكد على وحدانية الله. احمدوا الرب، ده واحد. احمدوا إله الآلهة لأن مفيش آلهة تانية. احمدوا رب الأرباب لأن مفيش أرباب تانية. ده بيأكد إن ربنا واحد منذ البداية. عشان يأكد في بداية المزمور احنا ملناش غير رب واحد هو اللي له الحمد، له التسبيح، له الشكر، هو إله الآلهة ورب الأرباب. بعض الناس في المزمور اللي فات كانوا يقولوا إن كل آلهة الأمم شياطين فضة وذهب وحجارة مثلها يكون صانعوها. فاكرين المزمور اللي فات؟ نفس الكلام بيأكدوا في المزمور دوت إن كل هذه الآلهة ليست آلهة. ربنا يقول بصريح العبارة في سفر الخروج: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء وما من فوق وما تحت الأرض وما في الماء، لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك غيور. خروج 20. إذا من البداية ربنا بينهينا عن تعدد الآلهة، أو إن ما فيش حاجة اسمها آلهة، كلها عبادات وثنية. لما الشيطان جه يجرب ربنا يسوع المسيح على الجبل وقال له اسجد لي، قال له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يعني مفيش إله تاني، رب إلهك. الواحد ما يسجدش لأي حد. وده يخلينا نسأل سؤال: طب ليه ساعات نسجد لأبونا الأسقف؟ ساعات ليه نسجد لحد عظيم؟ أقول لكم في نوعين من السجود. نوعين من السجود. سجود اسمه سجود العبادة، وده لربنا وحده. في سجود اسمه سجود الاحترام، وده للأسقف، البطريرك، للملك. 3: أسقف، بطريرك، للملك، وممكن الأب كمان، الأب في البيت أو الأم. وهدي أمثلة على الحتة دي. يعني في الكتاب المقدس سليمان الملك دخلت عليه أمه بالشبع، الملكة الأم، فقام من كرسيه وسجد لأمه الملكة. كان بيعبدها ولا بيحترمها؟ احترام. سجود ايه؟ احترام. دانيال وكان أعظم الأنبياء الذي رفض أن يسجد لأي إنسان ولا التمثال الذي نصبه الملك. تمام؟ سجد أمام نبوخذ نصر أول ما دخل عليه وقال له عش أيها الملك إلى الأبد. ده سجود احترام ولا عبادة؟ نبوخذ نصر سجد لدانيال. لما دانيال فسر له الحلم الأولاني انبهر بدانيال وسجد أمامه. ملك يسجد لعبد، متخيلين؟ بس كان ده سجود عبادة ولا سجود احترام؟ احترام برضه. إذن في سجود الاحترام موجود في الكتاب المقدس. دانيال اللي عمره ما سجد لحد سجد للملك. ليه؟ احترام. يوسف الصديق سجد أمام الملك فرعون. كان احترام ولا عبادة؟ ما اعتقدش ان لو عبادة قال لك اقطع رقبتي، لكن انا بسجد لك كملك، كاحترام. كرامة لمن له الكرامة. الأسقف
كرامة لمن له الكرامة، وهكذا. فإذا سجود الاحترام غير سجود العبادة. سجود العبادة لما أسجد قدام الهيكل، ده بتاع ربنا وحده. لما بطرس حس، قديس بطرس حس إن كرنيليوس هيسجد له كإله، قال له قوم أنا عبد مثلك. أنا إيه؟ لما يوحنا سجد للملاك قال له قوم أنا عبد مثلك، الملاك لسه عبد مش إله. لما يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا سجد للملاك قال له قوم أنا عبد إيه؟ مثلك. فإذا السجود العبادة لا يليق إلا لربنا وحده. ما ينفعش نسجد لحد ولا حتى الملاك. لكن ممكن أحترم الملاك وأدي له مطانية، احترام. لكن قررت نفسي إن دي احترام ولا عبادة؟ احترام ولا عبادة؟ إذا لازم نميز بسجود العبادة وسجود الاحترام. يبقى مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، لأن ربنا هو الإله الحي وحده الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو ربنا الصالح، احمدوا الرب لأنه صالح وغفور كثير الرحمة لكل الداعين إليه. مزمور 86. ربنا كثير الرحمة لكل من يدعو إليه. لازم نكون عندنا، يقول كده في بولس الرسول في رسالته لأهل روميا، نكون صالحين في أعمالنا مجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح. لكل من يفعل الصلاح، وكل من يفعل الصلاح مولود منه. كل من يفعل حاجة صالحة مولود من مين؟ من ربنا، كأنه ابن ربنا. ويقولوا عن ربنا إن هو رب الأرباب ملك الملوك، له استيادة مطلقة على كل إنسان، على كل بشر، على كل ملاك، على كل خليقة، يخضع له كل مما في السماوات وما على الأرض. إذن هو ربنا رب الآلهة، إله إيه؟ الأرباب. وممكن نقول إله الأرباب لأن في طغمة في الملائكة اسمها الأرباب. اسمها إيه؟ اللي بنقولها في القداس، طغمة اسمها إيه؟ الأرباب. في طغمة اسمها السلاطين، اسمها سلطان أو سلاطين. فكلها دي طغمات ملائكية. ربنا هو رب الآلهة، إله إيه؟ الأرباب الملائكية. الصانع العجائب العظام وحده. ربنا كان بيصنع عجائب كتير، معجزات كتير، حتى في حياته على الأرض كان يعمل كمية معجزات. يعني درجة في إصحاح واحد من حروف الغروب إنه لما راح شاف حماد سمعان بالحمى بتاعتها، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع كثيرة يقدمون، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين عددهم كام ما نعرفش. صانع عجائب عظام. لما يصنع عجائب عظام يشق البحر الأحمر، معجزة. لما يوقف الشمس 48 ساعة أيام يشوع، دي معجزة. صانع عجائب. الصانع السماوات بفهم. كل اللي بيدرس علم الفلك يقول إن ده وراها خالق عظيم، يعني محدش زيه. بفهم يعني إيه؟ يعني ما تلاقي مثلا المجموعة الشمسية بتاعتنا حواليها 9 كواكب، كلها تلف في مدارات، ما فيش كوكب يخبط في كوكب، ولا واحد يمشي يخبط في التاني. ده لو كوكب خبط في الأرض نروحوا كلنا ببلاش، صح؟ إذا ربنا ده مدبر كل شيء. الأرض تلف في السنة في 365 يوم وربع تقريبا، ما اتغيرتش من آلاف السنين. كل كوكب ليه سنة، والسنة بتاعته ثابتة ما بتتغيرش. يقولوا كوكب الزهرة السنة بتاعته كم يوم، ده كوكب عطارد السنة بتاعته كم يوم، وهكذا. ما تغيروش من آلاف السنين. ده مصنوع بفهم، مصنوع بإتقان. طب مش كده بس، ده الشمس كمان بتلف حوالين المجرة، ليها اسمها سنة ضوئية. كم سنة بتلف حوالين المجرة؟ وبعدين الشمس بتاعتنا ما خبطتش في شمس تانية، أصل كل شمس ليها مدار لوحديه. لو تدخل في عالم الفلك عقلك يتوه كده. الصانع السماوات إيه؟ فهم. الباسط الأرض على المياه.
حاجة برضو غريبة. الأرض، باصت الأرض على إيه؟ مياه. أنا بستغرب، أنتوا لو عندكم مثلا آه حمام اللي فوقيكم بينقط ولا حاجة، هتلاقي السقف بتاعكم بيش، صح؟ الأرض دي شايلة المية، شايلة البحار والمحيطات، المية دي ما تخرش؟ أنا برضو بقعد بستغرب، القشرة الأرضية ديت ما تتفتحش من كتر المية دي؟ أنا برضو بستغرب لها حاجات عجيبة جدا جدا لو الواحد يفكر فيها. ما مش عارف دي معمولة ازاي. فاهمين؟ كأن الأرض دي طبق شايلة البحر. فهو عنده قدرة إلهية عجيبة. كان بيقول لأشعياء النبي إن هو الخالق ومؤسس السماء والأرض وكل ما فيها من المخلوقات. يقول له أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، أنا هو الأول والآخر، يدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات. عجيب ربنا قوي في خلقته للخليق. ده الكلام ده في أشعياء 44. يقول في الوحي الإلهي في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الأرض وعلى الغمر ظلمة. كانت الأرض كلها مغمورة تحت إيه؟ المية. غمر يعني مفيش حتة يابسة. ربنا يقول اليابس يطلع لفوق والمية تنزل لتحت. برضو حاجات عجيبة. كلمة يبقى في حاجة اسمها يابس يسموها أرض، وفي حاجة اسمها مياه. والمية كمان بأنواع. كانت الأول مية الأرض كلها مليانة مية، كانت مالحة ولا عذبة؟ مش عارفين، صح؟ طب يخلي في مياه اسمها مياه حلوة بيسموها أنهار، ومية مالحة اسمها بحار. حاجة عجيبة. صنع عجائب، صنع السماوات بفهم، عقلية جبارة، بسط الأرض على المياه. وبعدين ربنا يعمل نور في السماء، يقول لك ليكن أنوارا في جلد السماء. إيه النور ده؟ كواكب ونجوم، شموس، أقمار. فعمل النورين العظيمين الشمس والقمر، والنجوم جعلها في جلد السماء لتنير على الأرض. تكوين صح الأول. كل دوت ربنا عمله. فاحنا لما نشوف الحاجات دي على طول نسبح ربنا. يا رب انت عظيم. مهما كان وصل علماء ناسا اللي في امريكا في الفلك مش هيعرفوا الحكمة الالهية اللي انت صنعت بيها دي. الكون ده ازاي تخلي المجموعة الشمسية ماشية كده، ازاي تخلي الشمس نفسها ماشية جوه المجرة، وازاي تخلي المجرة ما تخبطش في مجرات حواليها. اصل في الكون الاف المجرات، وكل مجرة فيها 100 مليون شمس. احنا عندنا شمس واحدة بنشوفها، لا ده المجرة بتاعتنا فيها 100 مليون شمس، وكل شمسة حواليها كواكب زي الأرض دي. كل ده ماشي بحكمة إلهية ما تخبطش في بعضه. حاجة عجيبة. وقاعدين نفكر يا ترى في حياة على كوكب آخر في مجرة أخرى؟ الله أعلم. بس ربنا ما اتكلمش معانا في الكتاب المقدس غير على ايه؟ أرض واحدة اللي فيها البشر دي. يعني رب انت عامل كل الكون الجميل ده عشان نتفرج عليه وتخلينا في حتة الأرض الصغننة دي؟ قالك لا، دي أمور مش لازم تدخل فيها، مش لازم تدخل فيها. والإنسان شغال يبحث بس ما وصلش لحاجة. ده يورينا مدى الفهم الإلهي. الصانع السماوات بإيه؟ بفهم. مهما كان عقل الإنسان مش هيعرف يوصل لفهم ربنا. ابتدى يتكلم عن رحمة ربنا اللي هي بنقول المرد بتاعنا لأن الأبد إيه؟ رحمته. إيه بقى رحمة ربنا مع شعبه؟ الذي ضرب مصر مع أبكارها. عارفين ضربة الأبكار بعد 10 ضربات اللي حكيت عليهم المرة اللي فاتت، وقلت لكم إن ربنا بيأكد إن كل ضربة بتضرب إله من آلهة المصريين اللي هم بيعتمدوا عليها، وبتقول لهم إن الإله بتاعكم ده ضعيف ما يقدرش يحمي نفسه. فآخر ضربة
ضرب الأبكار. بعض الناس ممكن تسأل يا رب ليه موتت كل الأبكار اللي في مصر؟ طب ذنبهم ايه؟ ما يمكن طفل صغير ولسه مولود وبكر لوالديه ما عملش لا خير ولا شر. تفتكر انت يا رب مش ظالم؟ ليه ما اديتوش حياة؟ ليه ما سبتوش يعيش؟ عشان ابوه وحش؟ طب وذنبه ايه؟ صح؟ مش في ناس تسأل الأسئلة ديت؟ نقول نمرة واحد، لما ربنا ضربة الأبكار لأنهم أخذوا أبكار العبرانيين وقتلوهم، والشعب كان راضي. الشعب كان إيه؟ راضي. كان ياخدوا الابن، أي ابن ذكر يعملوا إيه؟ يقتلوه ويستحيوا البنات، لدرجة إن أم موسى تخاف على ابنها وتعمل إيه؟ ترميه في السل في النهر. ما كده كده ميت، لو عرفوا إن عندها ولد هيقتلوه. وشعب مصر كان راضي، كان إيه؟ محدش قال لفرعون أنت غلطان، محدش وقف ضده، وبالتالي كانت العقوبة من نفس إيه؟ العمل. العقوبة من نفس إيه؟ كما فعلت يفعل بك. بس ده قضاء إلهي بقى، مش العبرانيين هم اللي انتقموا لنفسهم، ده ربنا هو اللي إيه؟ اللي ضرب لهم وانتقم لهم. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الموت بالنسبة لربنا ما هوش نهاية المطاف. الولد الطفل الصغير اللي ما عملش حاجة ده لو مات وضربوا الملاك ومات وما عملش حاجة، رحمة إلهنا تدخلوه السماء. رحمة إلهنا تدخلوه إيه؟ لأن إلى الأبد رحمته. ما عملش حاجة. لو عاش كان هيبقى وثني زي أبوه وأمه الفراعنة، صح؟ وبالتالي ده ربنا رحمه لأنه هيحاسب على أعماله لو كبر. يبقى إذن ديت بالنسبة لربنا لا شيء، ده هو دخله السماء من أبوابها. ممكن ربنا كده إله رحيم. إله إيه؟ إذا أخذ طفل صغير، فالطفل ده يجوز ربنا عايز يكتب له رحمة بعيدة عن المشاكل اللي ممكن يشوفها مع أهله وفي الأرض. يبقى الموضوع كله كان عقوبة من جنس العمل. ضرب أبكار مصر وأخرج إسرائيل من وسطهم بذراع شديدة وذراع ممدودة. شافوا قوة إله إسرائيل. كل المصريين عرفوا إن إله إسرائيل ده هو الإله القوي اللي يقدر يطلعهم، بس هو كان صابر عليهم عشان يتوبوا. اداهم 10 ضربات عشان يتوبهم. يوضح إن ذراع ربنا كانت قوية وشديدة. كانت أجمد ضربة جدا أثرت في كل البيوت المصرية، وكل المصريين عرفوا أن إله إسرائيل هو الإله الحقيقي فوق كل آلهة المصريين اللي كانوا بيعبدوها في ذلك الزمان. وعبر إسرائيل في بحر سوف. بحر سوف اللي هو البحر الأحمر، كان اسمه بحر سوف. لما فرعون وجنوده حبوا يعدوا وراهم أهلكهم، وغرق فرعون ومركباته في البحر. اتقفل عليهم البحر مرة تانية. وبعدين ربنا أعاد البحر مرة تانية، واللي دخلوا وتجاسروا غرقوا. طبعا كل الكلام ده احنا خدناه في الأسفار اللي قبل كده، بس المزمور بيفتخر بهذه الحادثة لأنها كانت أعظم حادثة عرفها التاريخ. مش كده بس، الحادثة ديت سمعها كل شعوب الأرض المجاورة، لدرجة أن بني إسرائيل وإله إسرائيل أدخل الرعب في كل شعوب الكنعانيين. كانوا بيخافوا منهم رعب موت، عارفين إلههم قوي، آلهتهم شديدة. آلهتهم إيه؟ شديدة. فكانوا بيعتبروه إنه أقوى الآلهة، لدرجة إن سيحون قالوا له إحنا عايزين نعدي في أرضك. قال لهم لأ، خايف منهم، مش نعمل حاجة من عندك أبدا. فراحوا قابلهم بجيش غلبوه وعدوا أخذوا أرضه ميراثا. والكلام ده نفس الكلام ده كرر مع عوج ملك باشان الذي سار بشعبه في البرية، الذي ضرب ملوكا عظماء وقاتل ملوكا أعزاء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان، وأعطى أرضهم ميراثا لإسرائيل عبده. بيسرد بقى الجزء الثاني ده
أعمال ربنا العظيمة مع شعب. أنا طلعتهم في البرية. بعض الناس قالوا لموسى أنت جايبنا في البرية عشان تهلكنا، احنا مش لاقيين أكل. فين السمك بتاع مصر؟ فين اللحوم؟ فين قدور اللحم؟ فين البطيخ والكرات والحاجات اللي كنا بناكلها في مصر؟ انت جايبنا في أرض ناشفة قلت لنا تعالوا دي مكان اللي ربنا هيديهولنا. تذمروا كثيرا على موسى، ولكنه 40 سنة ربنا كان يعولهم. كل مرة يتذمروا ربنا كان يعولهم، يديهم من ويديهم سلوى ويديهم مية من صخرة. 40 سنة ما هدومهم لم تبلى وأحذيتهم لم تبلى. ده معجزة في حد ذاتها. في هدوم بتقعد 40 سنة على جتة الإنسان ما تدوبش في الشمس حارقة. ده انت لو نشرت هدمتين في الشمس تشيطوا، صح؟ ايه ده؟ في برية 40 سنة، واضح ان فيها ايد ربنا. 40 سنة مش حاجة قليلة. وبعدين كان ربنا يضلل عليهم بالنهار بالسحاب، وبالليل يمشوا وفي عمود الغمام او عميد النور ماشي قدامهم ويتقدمهم. ايه ده يا رب؟ اصله ربنا سار بشعبه في البريه. طب يا رب انت ليه قعدتهم 40 سنه تايهين في البريه؟ اصل الذين تذمروا على موسى ما يدخلوش ارض كنعان. الذين تذمروا على موسى ما يدخلوش ايه؟ لكن ولادهم يدخلوا. لو هم ما كانوش متذمرين كان ربنا اداهم الطريق المختصره في خلال السنه كانوا مشيوا. هي ارض سينا تمشي فيها 40 سنه؟ ده انت لو مشيتها كده اهو يعني 3 اشهر توصل اسرائيل لو في السكه العدله. لكن ربنا توههم في البريه، كانت عقوبه على تمردهم على موسى النبي. لو هم اتكلوا على ربنا من كل قلوبهم كان زمانهم ايه؟ وصلوا بدري وعاشوا في ارض كنعان 40 سنه دي كلها. لكن مشكلتهم انهم تمردوا. ربنا يحكم على هذا الجيل كله انه ما يدخلش ارض كنعان. اللي دخلوا ارض كنعان اولادهم ومعاهم 2 بس، يشوع بن نون وكالب بن يفنة. 2 بس. حتى موسى ربنا عاقبه لانه خالف امر ربنا، فقال له انت مش هتشوف الارض، تشوفها من فوق الجبل المقابل ليها من بعيد لكن ما تدخلهاش. لكن ايه؟ ومات موسى في هذا الجبل. فربنا أخذ أرض عوج وسيحون وأعطاها ميراثا لشعب إسرائيل. الذي في مذلتنا ذكرنا. ربنا لما تذللنا قدامه وشافنا مذلولين ربنا افتكرنا. ذكرنا يعني تحنن علينا. يعني ايه؟ يعني ربنا ما يهداش ولا ينعس ولا ينام وشعبه تعبان. في مذلتنا ذكرنا، يقول لك قد رأيت مذلة شعبي ورأيت أنينهم فنزلت لأخلصهم. في أرض مصر شفت العبودية القاسية التي بيعانوا منها. ذكرنا أول ما الإنسان يرفع قلب ربنا في ضيقته ربنا يبتدي يتعامل معاه. هم على فكرة ربنا ما ذكرهمش، هو ربنا كان نساهم أبدا. ربنا كان فاكرهم كويس بس مستنيهم يرفعوا صراخ إليه. وأول ما رفعوا صراخ لربنا في المزال مع ناس حبة كده وحبة كده. ربنا ملوش ناس، ربنا ملوش أي إنسان يعتني بيه حتى لو أشرار. يقول لك يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. ده ساعات تلاقي الأشرار كمان عندهم غنى لدرجة إن داود يقول لربنا في مرة يا رب لماذا تنجح طريق الأشرار؟ عندهم أكل وشرب وغنى. هو كده ربنا يعتني بكل بشر. بكل إيه؟ الذي يعطي خبزا لكل، ما قالش شعبه، خلي بالك. شعبه ده قصة تانية. أنا شعبي ده شعبي مش هسيبه. لكن هو يعطي خبزا لكل بشر، ما قالش الكل، ما قالش لشعبه بس. يقول كده في مزمور 145 لأن أعين الكل تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. مزمور 145. إذا موضوع الأكل والشرب وإحسانات ربنا دي لا، دي مفروغ منها.
انت يا رب اعين الكل تترجاك. دي بنقولها في القداس، بس دي اصلا ما اصلها من مزمور 145. وتعطيهم طعامهم في حينه، نفس الكلام ده بنصليه من في القداس، موجود في مزمور 145. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته. بعد كل هذه الأعمال التي عملها الله مع شعبه، ينبغي أن كل إنسان، كل بشر يسهر يسبح ربنا ويحمده. الله لا ينعس، لا ينام، يدبر احتياجات كل كائن حي على الأرض، طيور، حيوانات، يهيئ لكل كائن طعامه، والإنسان أفضل من كل الكائنات وسلطه على هذه الأمور. بس يقول لنا إن كان لنا القوت والكسوة. حد عارف الآية؟ إن كان لنا القوت والكسوة نعمل بيه؟ إن كان لنا القوت والكسوة نعمل إيه؟ مش سامع. مين قال إيه؟ حد؟ نكتفي بهم، صح؟ طالما لنا القوت ولا الكسوة ده إيه؟ نكتفي بهما. يعني الإنسان مش عايز تخزن على إيه؟ ده ربنا بيديك بيوم بيوم وطازة بطازة. محتاج أنت تخزن؟ لنا القوت والكسوة. تلاقي السيدات بقى عندها هدوم قد كده والدولاب هيتكسر وعايزة تجيب جديد. طالما لنا القوت والكسوة إيه؟ نكتفي بهما. ما تبصش لبكرة، لا تهتموا بالغد. يا قليل الإيمان. يجي ربنا يقول لك كده. ربنا يقول كمان طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هيشبعوا من واحد ماشي في طريق البر، تفتكر ممكن يجوع؟ أبدا، لا هيجوع في الأرض ولا في السماء. طوبى للجياع والعطاش إلى البر. اللي ماشي في طريق ربنا هو طريق البر. يقول لنا اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكما. لا تهتموا بالغد. فيش واحد ماشي في طريق ربنا يبقى شايل هم بكره، هجوز العيال منين، هجيب لي ايه. اللي ماشي في طريق ربنا ما يسيبوش. تفتكروا ربنا ممكن يعني انت ماشي في طريق ربنا وبتخدم ربنا بكل قلبك وكل صحتك وكل مجهودك وربنا يسيب عيالك؟ لن تجد صديقا تخلى الرب عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. فعشان كده ربنا ذكر بني إسرائيل في مذلتهم، وكان معهم 40 سنة وما سابش حد ويعطي خبزا لكل بشر. وانت النهارده جاي تهتم وتخايف من بكره. مش معنى كده ان الواحد ما يحوش لعياله، مش معنى كلامي كده، بس ما تاخدهاش بقى تبقى زياده عن اللزوم خايف من بكره. الخوف من بكره ده يخليك شحيح في عطاياك وشحيح في خدمتك وشحيح في كل حاجه. اشتغل عادي وخزن اللي تخزنه حتى لو قليل، وتأكد تماما ان ربنا لا ينساك ولا هينسى عيالك. ربنا بيدي خيرات مراحم إلهية. يقول الوحي الإلهي في سفر ميخا: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. إيه اللي بيطلبه منه ربنا؟ إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. ربنا مش عايز منك حاجة خالص إلا إيه؟ هقول لك ربنا عايز منك إيه. تصنع الحق، تحب الرحمة، تسلك متواضعا مع إلهك. وكل حاجة ربنا هيديها لك. يبقى ما يحب الحق يعني ماشي في البر، تحب الرحمة يعني إنسان رحيم، يعني اللي احنا بنقولها طوبى للرحمة على المساكين. تسلك متواضعا يعني ما تتكبرش. ربنا يديك كل حاجة. لا تهتموا بالغد فإن الغد احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد. إلى الأبد يعني إيه؟ النهاردة بس؟ إلى آخر الدهور. ربنا ما بيتغيرش. يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. هللويا، لأن إلى الأبد رحمته. مجد إلهنا دائما أبديا آمين. كده خلصنا مزمور 136. مزمور الجاي 137 إن شاء الله.
رقم 2 رجالة طنبولة. رقم 41 سيدات. 15 سيدات. رقم 5 رجال. رقم 5 سيدات. رقم 37 سيدات. « 14 رجالة. 14 مش موجود. 18 رجالة مش موجود. 8 رجالة. 39 سيدات. 75 سيدات. 4 رجالة. فاضلة كم واحدة عندكم؟ 2. 6 سيدات. 36 سيدات. خلاص كده؟ اتفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. طوبى للرحماء على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل قدسه فيهم. اللهم اجعلنا مستحقين له بشكرية. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وخليصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. إن شاء الله بكرة 3 قداسات من 8 ل 10، 1 ل 3 ومن 3 ل 5.